احمد موسى حب يشتغل احمد موسى اكسترا وحط عليه شويه مصطفى بكري. حب يجود. بيقول لك استلمنا بلد تعبانه ما فيهاش اي حاجه وكل حته فيها لوحدها ومفتته ازاي يا ابو حميد؟ ما تحكي لي كده عن نفسك. كان فيها راس جميله ولا ما كانش فيها؟ كان فيها علم الروم ولا ما كانش فيها؟ كان فيها جزيرتين تيران وصنافير ولا ما كانش فيها؟ كان فيها راس الحكمه اللي راح في وشها 170 مليون متر مربع ولا ما كانش فيها؟ اللي هي 170 كيلو. ولا ما كانش فيها يا ابو حميد؟ 5 مدن مصريه بعتوها. وقدامها طبعا جزيره كده فوق البيعه يا جماعه، فوق البيعه يا حبايب، في البحر المتوسط. كانت فيها ولا ما كانتش فيها يا ابو حميد؟ لما استلمتوا البلد يا ابو حميد اللي كانت تعبانه، الدولار كان بكام يا اخويا؟ اهو ابن اخت بلوحتشي. وعلى فكره يا جماعه ده من نفس العيله، ما هو ايدي كوهين من نفس عيله بلحه. فاكرين لما طلع ايدي كوهين وقال ان في رئيس عربي، لا مؤاخذه طبعا، قال لك في رئيس عربي من عيلته وهتشوفوا لما يموت هيدفن فين، وهي امه اصلا مدفونه هناك برضو. فطلع يقصف جبهه المواطن احمر جاموسه، المواطن القصمو احمر جاموسه. بيقول له الدولار كان ب7 جنيه، الدين الخارجي كان ب47 او كان 47 مليار دولار. الان الدولار ب55 جنيه، 55 بلبل. انتوا متخيلين؟ كيلو اللحمه كان ب50 جنيه، بقى دلوقتي ب550 جنيه وب600 جنيه وب630 جنيه. الدين الخارجي طبعا وصل 164 مليار دولار، ده غير طبعا الداخلي ده وصل 410 مليار دولار. والموضوع مش هزار، ده انتوا عارفين احنا عايشين اصلا في العالم الموازي. يعني قفل المحلات بدري وخرب بيوت الناس، الناس ما بقتش حتى بتعرف تلم ايجاراتها، الناس اللي مأجرة محلات تجارية وخرب بيوتهم. وفواتير المية بتجيلهم قد كده، فواتير الكهرباء، الضرايب، في حين ان هو بيقولك عشان يوفر الكهرباء اسوة باللندا الموفرة، في حين ان هو رايح يعمل قصور في العالمين وبيجهزها دلوقتي علشان لما يروح في الصيف بيجهز مرسى يخوت. مرسى يخوت لابن بائعة الهوى ابن مليكة تحتاني اللي عمرها ما قالت لراجل لا، اللي كانت بتشوف ال5 جنيه بتسخسخ، اللي اخره كان بيقف بالنوتة يعد لامه الزباين اللي داخلين لها الخرابة. انتوا واخدين بالكم؟ عامل لنفسه دلوقتي مرسى يخوت من قفا الشعب المعرس، وبعدين يطلع احمد جاموسة يعرس له ويبهلل له ويقول لك استلمنا بلد تعبانه. يا اخي كص امك على كص امه.